سلسبيل حطت حد لحياتها الله يرحمها. سلسبيل أصيلة سوسة عمرها 15 سنة، وحسب المعطيات الأولية الطفلة كانت تعيش في ضغط نفسي كبير الفترة الأخرى بعد ما تعرضت لمضايقات قدام المعهد ومضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأمها أكدت إن الشخص هذا اللي وصلها للمرحلة هذه ما يقراش معاها، ورغم هذا كان يجري وراها ويفدد فيها. وآخر مرة مشيلها للمعهد وقدام أصحابها شدها من يدها بالقوة وزيد باسها. هذايا كل اللي صار قدام الليسي، وهذايا خلف لها حالة صدمة وحالة خوف وحالة نفسية صعيبة. واليوم التحقيقات مازالت متواصلة باش تكشف الحقيقة الكاملة. أما الأهم من هذا الكل، علموا صغاركم يحكيوا وما يسكتوش ويطلبوا المساعدة خاطرها مش عيب. ولازم تكونوا واعيين إن الضغط النفسي نجم يخلف نتائج خطيرة، وتكثيف المراقبة الأمنية في محيط المدارس والمعاهد أصبح ضرورة. الله يرحم سلسبيل ويصبر عائلتها، وإن شاء الله اللي صار هذا يكون ناقوس خطر باش نفيقوا الكل ونحميو صغارنا قبل ما يفوت الفوت، وربي يستر صغيراتنا. وكما تعرفوا حبيت نذكركم ان الكونت متاعي قاعد يتعرض للحملة متاع السينيالات الفترة هذيا، خاصة من وقت ما طلعت وحكيت على السعودية والخناري اللي غاديكا وحميت على ولاد بلادي. فالله غالب، اللي يقول كلمة حق تويكا هكا يصير فيه. فنتمنى بربي تقفوا معايا بلايك وكومنت وشير وبارتاجيو الفيديو هذايا مع أصحابكم وحبايبكم. وبربي اللي مش عامل لي فولو ما تنسيش تعمل لي فولو زاده، فماش من الكونت متاعي يرجع كيما قبل. وشكرا على دعمكم ليا.